من خبرته بيقول لك انت ايه البراند اللي تستخدمها في كل ايتم، وايه المكان اللي تشتري منه، وفين افضل العروض. لانها دايما احنا بنتبلغ بيها كمهندسين ديكور انه مثلا في دايما معارض، فالمعرض بتكون مكان كويس لانه بيكون قدامك اكتر من حاجه في وقت واحد، احنا نبقى عارفين مواعيدها وتواريخها، وكل دي معلومات وخبرات كويسه قوي تقدر تستفيد بيها من مهندس الديكور. كمان في نقطه مهمه قوي مش لازم ننساها، ان مهندس الديكور هو اللي يقدر يعمل تنسيق ما بين كل البنود. بمعنى ايه تنسيق ما بين كل البنود؟ انا قررت اعمل، انا مش مهندسه ديكور سي مثلا، وقررت اشطب شقتي بنفسي، فانا جبت الكهربائي عمل لي الكهرباء والتوصيلات وكذا، وبعدين جبت بتاع الجبسون بورد وقلت له اعمل لي هنا سقف وتجليد على الحائط واعمل لي بيت نور، فقال لي مش هينفع اعمل لك بيت نور هنا، مفيش مخرج للكهرباء وانتم مش مؤسسين ليه. طيب مهندس الديكور بقى من البدايه كان هيعمل ايه وهو قاعد؟ احنا مش بنبدا شغل غير لما التصميم يخلص والعميل يوافق عليه، وبالتالي بنبدا العمل من دي 1 على اساس ان التصميم ده في النهايه يتنفذ زي ما هو كده. انا بقول للكهربائي انت هتعمل لي مخرج اضاءه هنا وهنا مفتاح وهنا وكذا، بحدد له كل حاجه علشان لما يجي البند اللي بعده يشتغل هيحتاج مخرج كهرباء، فيلاقي المخرج الكهرباء بتاعه جاهز، انه مثلا هيعمل هنا بيت نور ويجي بعدين الكهربائي يركب بيت النور وكذا. ده طبعا مجرد مثال، بعد كده تقريبا كل البنود مترتبه على بعضيها. في ناس بتضطر تشيل كل اللي عملته قبل علشان لقيت انه ما كانش متأسس للمسألة دي من البداية. زي كمان ان احنا من البداية بنأسس لكاميرات، من البداية نأسس لانتركم وهكذا، لساوند سيستم. يعني الكلاينت ممكن يبقى فاهم انه بعد ما اخلص خالص ابقى اركب ساوند سيستم، طب اذا هو مش متأسس له من البداية ازاي هعمل كده؟ فيا اما بيتنازل عن حاجة هو محتاجها، يا اما بيضطر يعيد حاجات هو اوريدي دفع فيها فلوس. مهندس الديكور هو المسؤول عن التنسيق ما بين كل البنود دي، السباكه والكهرباء والجبسون بورد والنجاره والمباني والمحاره، دي تحت مسؤوليته، بحيث انه مش بس التصميم يطلع حلو، لا ويطلع كمان مستخدم زي ما احنا حددنا استخداماته بالظبط. كمان مهندس الديكور بيقدر يحقق لك نقطه مهمه جدا، وهي انه هو بيكون الملتزم قدامك على تنفيذ التصميم اللي انتوا اتفقتوا عليه واللي انت وافقت عليه بالظبط، من غير ما يخليك تتعامل مع مقاولين في بنود كتيرة ما لا يقل عن من 30 ل 40 بند، من غير ما يضيع لك وقتك اللي انت اكيد محتاجه في شغلك. فهو بيكون ملتزم قدامك انه يسلمك التصميم اللي انتوا اتفقتوا عليه من حيث الشكل والكواليتي وكل حاجة، واذا في اي حاجة محتاجة تعديل دي بتكون التزام منه قدامك، طالما ما تمش اي تغيير من العميل، طالما احنا ملتزمين بالتصميم اللي متفقين عليه كمهندس وككلاينت، خلاص بيكون هو الملتزم قدامك بتسليم التصميم دوت زي ما هو بالظبط. بكده نبقى قدرنا نوفر فلوس كتيرة قوي لما تعاملنا مع مهندس، مش بس فلوس ووقت، وضمنت ان المنتج اللي انا خدته في النهاية اللي هو المكان بتاعي او الفراغ بتاعي ايا كان مكتب او شركة او محل، هو المنتج المدروس بشكل علمي مريح بالنسبة لي، فلوسي اتحطت في مكانها. مهندس الديكور قدر يوفر لي زي ما قلنا على اللونج ران في استهلاكاتي في المكان ده، قدر يوفر لي الخامة المظبوطة في المكان المظبوط بأحسن سعر وأفضل جودة، وكمان التزام بدل ما أضيع وقتي وأسيب شغلي، وده أكيد كمان بيخليني أفقد من وقت ومجهود وفلوس. هو فرد واحد بس اللي أنا بتعامل معاه وهو الملتزم قدامي في وقت التسليم. نيجي بقى للسؤال المهم، طب هو أنا إزاي أضمن إن التصميم اللي أنا اخترته واتفقت عليه مع مهندس الديكور هو ده بعينه اللي هيتنفذ وفي الوقت المحدد؟ ده كمان سؤال إجابته بسيطة جدا، لأن ببساطة شديدة هعمل عقد وأكتب إنه كل المرفقات بالعقد ده جزء لا يتجزأ منه. إيه هي الحاجات اللي هتكون مرفقة بالعقد؟ هيكون تصميم 3D المتفق عليه، رسومات تنفيذية لكل البنود اللي اتفقنا عليها، مواصفة بنحدد فيها توصيف لكل خامة هستخدمها في كل بند بالتفصيل، وكمان هنكتب في العقد ميعاد التسليم، وكمان هنكتب المبالغ المتفق عليها والدفعات اللي هدفعها هتكون مواعيدها امتى وكام، كل دفعة هتكون كام وامتى، وكمان ممكن اربطها بمراحل تسليم الاعمال. يعني انه لما نخلص مرحلة مثلا المباني هيكون في دفعة كذا، لما تخلص الارضيات او الجبسون بورد هيكون في دفعة كذا، وهكذا لحد انتهاء
الاعمال. فبكده اكون ضمنت انه مش هيكون في اي تغيير ولا في التصميم ولا في الخامات ولا في ميعاد التسليم ولا في المبالغ المتفق عليها، وهيكون العقد ده ضمان لحق كلا الطرفين سواء المكتب او مهندس الديكور او العميل، وان شاء الله تتم العمليه بين الطرفين على خير وتاخدوا المنتج اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. طب انا ازاي اقدر اختار مهندس الديكور او المكتب اللي هتعامل معاه؟ ده كمان بسيطه جدا. اكيد اي مجال في الدنيا واي فئه من الناس كل حد فيه الحلو والوحش. اكيد احنا كمهندسين ديكور مش ملايكه وكل تصرفاتنا صح، وكل فئه فيها اللي بيصيب واللي بيخطئ. علينا بقى احنا ناخد بالاسباب واحنا بنختار، اللي هي ازاي اطلب من المكتب او من مهندس الديكور السي في بتاعه عشان اعرف الشغل بتاعه قبل كده، المشاريع اللي اشتغل فيها وحجمها، عشان اقدر اقيم حجم الخبرات اللي موجوده عنده واذا كانت مناسبه للمكان اللي انا بطلبه منه او لا. كمان اقدر اطلب من مهندس الديكور او المكتب ان اشوف واحد من مشاريعهم المفتوحه معاهم دلوقتي، لانه طبعا اذا المكان اتسلم للعميل بيكون صعب جدا على المكتب او مهندس الديكور انهم يرجعوا تاني للمكان ده، انما بتكون اذا كان المشروع لسه تحت التنفيذ بيكون سهل واقدر اشوف الكواليتي بتاعتهم بعيني. كمان في طريقة تانية ان انا اسأل حد من اصحابي او اصدقائي ومعارفي او عيلتي انه يكون اتعامل مع مكتب او مهندس ديكور وكان ثقة بالنسبة لهم عن تجربة، وبكده نبقى عرفنا احنا ليه محتاجين نتعامل مع مهندس ديكور، ازاي اقدر اختار مهندس الديكور او المكتب المناسب، ازاي اضمن حقي واوفر لنفسي الامان في ان انا في النهاية استلم المنتج اللي انا عايزه بالظبط زي ما اتفقت عليه. يا رب تكون المعلومات اللي عرضناها في الفيديو بتاعت النهارده تكون مفيده ليكم ان شاء الله، وانتوا بتاخدوا قراراتكم في انه اعمل تصميم داخلي للفراغ بتاعي. عايزه افكركم بالحاجه اللي بفكركم بيها كل مره، انه زي ما احنا محتاجين التصميم الداخلي علشان يكون المكان المحيط بينا من الخارج مكان اريح وانجز لينا، احنا كمان محتاجين نعمل تصميم لسلوكياتنا عشان نكون الراحه جايه لنا من جوه ومن بره الاثنين. نصيحتي ليكم النهارده انه ارجوكم خلينا نحترم التخصص. خلينا نحترم التخصص في ايه؟ بلاش نعتمد على اراء الناس غير المتخصصه في اتخاذ قراراتنا. على سبيل المثال يعني بلاش واحد يجي اكون بكلمه واقول له ان انا بشتكي من عرض معين فيقول لي انا كان عندي نفس العرض ده وخدت الدواء الفلاني وكان مناسب وممتاز ليا جدا، فانا من غير ما الجا لطبيب متخصص استخدم الدواء اللي هو قال لي عليه لان هو كان مناسب لحالته، بس يمكن انا عندي حاجات تتعارض مع ده. فخلينا نحترم التخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا هم أهل التخصص في كل مجال. لما أحتاج لحد في مجال الطب ألجأ لطبيب، لما أحتاج لحد في مجال الهندسة ألجأ لمهندس، لما أحتاج لحد في أي مجال، حتى مثلا وأنا بشتري سلعة بلاش حد يقول لي ده أنا جبت كذا وطلع ممتاز. هو طلع ممتاز بالنسبة له، ممكن ما يكونش ممتاز بالنسبة لي. لو لجأت للمتخصص اللي بيبيع السلعة دي هيقول لي إيه عيوبها وإيه مميزاتها، وأنا أشوف إذا كانت العيوب دي بالنسبة لي فعلا عيوب ولا عادي هي مش مسببة لي إزعاج وأقدر أتخطاها، وهل مميزاتها دي فعلا مميزات ولا المميزات دي أنا مش محتاجاها. فبالتالي أنسب حاجة وأوفر حاجة لوقتنا وفلوسنا وصحتنا واتخاذ قراراتنا السليمة هو اللجوء للتخصص. كمان بالتبعية زي ما بقول إن إحنا ما ناخدش نصايح من حد غير متخصص، إحنا كمان بلاش ندي لحد نصايح في مجال إحنا مش متخصصين فيه، أو نبدأ نديها عن تجربة شخصية، لأن زي ما قلنا تجربتنا الشخصية اسمها تجربة شخصية. هي كانت كويسة معايا أنا بس مش ضروري إنها تكون نافعة وممتازة للي قدامي، فبكده أنا ممكن أكون سببت له ضرر. وقد أفتى من قال لا أعلم. وزي ما أنا مصمم خليك مصمم. يا ريت إذا في أي أسئلة تكتبوا لي في الكومنتس، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.